افتكر في الوقت ده من سنتين، وقت ما كنت في ثانوي، كنت حاسس نفس احساسك دلوقتي، وبيدور في دماغي نفس الافكار اللي بتدور في دماغك، نفس الكلام اللي بيدور في دماغك، نفس احساس التعب والارهاق، واللي هو خلاص ما بقتش قادر اعمل اي حاجة ولا قادر اكمل، وفاقد للشغف خالص، وفاقد للشغف. ويمكن الحياة من كتر الضغط اللي كنت بمر بيه خلال الفترة دي، وكم التراكمات اللي كنت مراكمها، وزيادة على كده ان السنة خلاص قربت تخلص، والمدرسين كمان مش راحميننا، سواء مناهج عشان يخلصوا المنهج او سواء شوامل وامتحانات كتير لا حصر لها. ده طبعا غير كلام الناس اللي كان بيزود عليك الضغط اكتر واكتر، لانهم منتظرين يشوفوا هتعمل ايه، سواء هتفرحهم او تفرحهم، سواء هتفرحهم بنجاحك وتحقيقك لحلمك وفرحك، او تفرحهم فيك وهم شايفينك زعلان وما قدرتش توصل للي كنت بتخطط ليه او بتحلم بيه. ده طبعا غير اهلك اللي مستنيينك تفرحهم وبيبذلوا كل مجهودهم حرفيا عشان يوفروا لك اي حاجة انت محتاجها. نفس الكلام اللي بيدور في دماغك، طب هل هلحق؟ طب هقدر ألم كل اللي متراكم عليا وأوصل لحلمي؟ طب هل لو بدأت دلوقتي ربنا هيساويني باللي بدأ من أول السنة؟ وهل وتساؤلات كتير جدا، أسئلة كتير جدا بتدور في دماغك، ويمكن هي اللي مأخراك لحد دلوقتي، ويمكن هي اللي مزودة عليك الضغط. فتعال أقولك تعمل فيها إيه. أنا أخوكم دكتور عمر صبري، للي لسه ميعرفنيش، طالب في كلية الطب، بحاول أساعدكم وأجاوب على بعض الأسئلة اللي ممكن تكون دايرة أو شاغلة بالكم خلال الفترة دي. فيلا بسم الله ندخل في موضوعنا على طول. لو عمر دلوقتي هيرجع يقول كلمة لعمر في ثانوي، فمش هيقوله غير كلمة واحدة بس، وهي شكرا. شكرا لأنك ما سمعتش لكل ده ولا سمحت له إنه يوقفك ولا يكون مصدر ضغط عليك، وإنه يكون سبب لعدم تحقيق حلمك. لأنك حرفيا لو استسلمت الحاجات دي، سواء للأفكار أو المشاعر، فصدقني مش هتقدر تتحرك من مكانك أبدا ولا تعمل أي حاجة. فلازم ترمي أي حاجة ممكن تأثر عليك ورا ظهرك، وركز على حاجة واحدة بس، وهي حلمك اللي انت عاوز توصله في آخر السنة دي، وتفرح نفسك بنتيجة مجهودك وتعبك، وتفرح أهلك. وده مش هتقدر توصله غير بمقابل واحد بس. المقابل ده هيكون مجهودك وتعبك وسهرك وتحملك لكل ده وتعاملك معاه صح. فهقولك تعمل ايه بالظبط. الموضوع أشبه بالمعادلة، لازم يكون فيه معطيات ولازم يكون فيه نواتج، وهكذا انت دلوقتي عاوز توصل للنواتج، فلازم تقدم المعطيات، والمعطيات دي التضحيات اللي انت لازم تقدمها عشان توصل لهدفك وحلمك في آخر السنة بإذن الله. طب انت المفروض تعمل ايه بالظبط؟ أول حاجة اللي لازم أكد عليها كل فيديو، ويعتبر أهم حاجة انت لازم تعملها، لو علاقتك بربنا لحد دلوقتي لسه مش متظبطة أو مش أحسن حاجة، لازم تظبطها. تاني حاجة أنا نفسي عملتها، إنك لازم ترمي كلام أي حد ورا ظهرك. محدش المفروض يكون ليه كلام عليك أو تأثير أو يقولك تعمل إيه غير أهلك بس. هما الناس الوحيدة اللي ليهم الحق يعملوا كده. فما تخليش حد يكون مصدر ضغط عليك، لأنهم مش هينفعوك سواء وصلت لهدفك وحلمك أو حتى لا قدر الله ما قدرتش توصل. فما تخليش حد يأثر عليك، لأن ده هيضرك. خليك بارد وما تتأثرش بكلام أي حد. تالت حاجة، أي حد بيحبطك أو كلامه سلبي عليك لازم تقطع علاقتك بيه فورا. صاحبك مثلا أو زميلك بيحبطك أو بيصدر لك كلام سلبي، فأنت لازم ما تتعاملش معاه، أو على الأقل ما تتكلمش معاه في أي حاجة تخص السنة. رابع حاجة، لازم تخليك بارد. تالتة ثانوي حرفيا مش مجرد منهج أو دراسة، على قد ما هي تحملك وصبرك وازاي تتعامل مع الضغوطات اللي هتقابلها على مدار السنة. لو جينا بصينا للمنهج، فانت بقالك حوالي 11 سنة بتدرس منهج، فمش حوار يعني. الفكرة كلها في الضغط اللي انت هتقابله او بتقابله الفترة دي، والتفكير الكتير اللي شاغل بالك الفترة دي. فعلى قد ما تقدر لازم ترمي كل ده وتخليها مجرد مذاكرة بس. ما تخليش الضغط ده او الاسئلة او التفكير الكتير يشغلك او يشتتك ويضيعك، لان زي ما قلنا كده ممكن الضغط والتفكير هم يكونوا سبب من اسباب عدم تحقيقك لحلمك، او من سبب ضياعك في السنة دي لا قدر الله. خامس حاجة، لازم يكون عندك يقين بالله كبير قوي،
وتدعي كتير جدا على قد ما تقدر، لان زي ما قلت لك قبل كده مستحيل توصل لاي حاجة في حياتك من غير توفيق ربنا. والله حتى لو انت مذاكر ايه او مستواك عامل ازاي، فمستحيل برضو هتوصل لأي حاجة غير بتوفيق ربنا وكرم. سادس حاجة، حل كتير حل كتير أوي على قد ما تقدر. يمكن دي أكتر جملة اتكررت في فيديوهاتي كلها، لأنك أهم حاجة ممكن تعملها إنك تحل. حتى ممكن ما تراجعش، بس لازم تحل. لأن الحل عندي أنا شخصيا يعتبر أهم من المراجعة، لأنك بحلك ده يعتبر بتراجع على أهم النقاط أو أهم الحاجات اللي ممكن تيجي في الأسئلة. فحل كتير، وحلك لازم يكون من كذا مصدر. وده ليه قلنا قبل كده، ده ليه وعرضناه في كذا فيديو قبل كده. فحاول ترجع تسمع كل الفيديوهات لأنهم كلهم مهمين جدا حرفيا. سابع حاجة، لو خلاص انت فقدت الشغف ومش قادر تكمل او قادر تعمل اي حاجة، فمش هقدر اقول لك حاجة غير انك لازم تحط هدفك وحلمك اللي عاوز توصله واللي بدأت السنة بيه قدام عينك. وانت خلاص قطعت شوط كبير في السنة، ومفضلش غير حوالي 3 شهور او 3 شهور ونص. فما تضيعش مجهود 7 او 8 شهور في حاجات بسيطة. فاضلك اقل من العدة بكتير. وحط قدامك برضو فرحة اهلك بنجاحك في اخر السنة وتحقيق حلمك. حط قدامك يوم النتيجة هيكون شكلك ازاي. وان شاء الله هنعمل فيديو عن الجزئية دي لانها جزئية مهمة. فاتأكد انك عملت سبسكرايب عشان يوصلك الفيديو اول ما ينزل بإذن الله. بس كده يا شباب، ده فيديو بسيط كده حبيت اوجه لكم نصيحة معينة. يا رب تكونوا استفدتوا اي حاجة من الفيديو ده، وتحاولوا تطبقوا الكام حاجة اللي قلناها. ربنا يوفقكم جميعا، وان شاء الله تحققوا كل اللي بتحلموا بيه.